الفنان سامي عبد الحليم ومحطات من حياته الفنية والأسرية وآخر تطورات حالته الصحية. ولد سامي عبد الحليم عام 1951 ودرس بكلية الفنون الجميلة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983 وعين أستاذا بالمعهد. كانت بدايته الفنية على المسرح ثم اتجه للدراما التلفزيونية، ومن أول المسلسلات التي شارك فيها مسلسل حتى لا يختنق الحب عام 1983 مع محمود الجندي. شارك سامي عبد الحليم في حوالي 80 عمل فني أغلبهم مسلسلات، ولم يشارك في السينما إلا في أعمال قليلة جدا، ومن أشهر أدواره دور بيرام التونسي في مسلسل أم كلثوم عام 1999. أما آخر عمل فني شارك فيه كان عام 2019 مسلسل زلزال مع محمد رمضان، وبعدها لم يشارك في أي عمل فني بسبب تراجع حالته الصحية بسبب مرض السكر ومضاعفاته على الأعصاب التي أثرت على حركته، ولذلك لا يستطيع التمثيل. من الناحية الشخصية تزوج سامي عبد الحليم، ووصف زوجته أكثر من مرة أنها خير داعم له في الحياة وتحملته كثيرا، ولديه ولد هو مهند وبنت هي منة. في الأيام الماضية تأثرت حالة الفنان سامي عبد الحليم بحدوث جلطة في المخ أثرت على حركته ونطقه، وحسب تصريحات حديثة لزوجته فهو محجوز حاليا بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات، وطلبت من الجميع الدعاء له.